الفصل فيه 20 طالب، 19 طالب منهم درجاتهم بين ال 80 وال 90. طالب واحد عاق جايب 10 من 100. تفتكر بسبب الطالب ده ساعتها المتوسط هيبقى كام؟ وهل ساعتها المتوسط ده معبر عن باقي البيانات ولا لا؟ ولا رقم واحد بس بوظ لك الدنيا وخلى المتوسط غير معبر اطلاقا عن البيانات؟ نتيجة الطالب العاق ده هي اللي بنسميها في الاحصاء الاوتلاير او القيمة الشاذة، او يعني بمعنى ابسط رقم مختلف جدا عن باقي البيانات وبيبوظ لنا التحليل بتاعنا بصورة كبيرة جدا جدا. تاني، يعني ايه بقى قيمة شاذة او متطرفة؟ يعني قيمة مختلفة جدا عن باقي البيانات في المجموعة، سواء بتبقى كبيرة جدا او صغيرة جدا. الفكرة انها بتبقى خارج السياق الطبيعي للبيانات، رقم كده بيغرد خارج السرب لوحده. مثال على كده، طالب جايب 10 درجات في امتحان كل الطلبة فيه جايبين فوق ال 80، او اوردر اكل اتوصل في ساعة ونص، في حين ان باقي الاوردرات بتتوصل ما بين 15 ل 20 دقيقة. طب ازاي اقدر اصلا احكم على رقم انه قيمة شاذة او متطرفة او اوتلاير؟ في اكتر من طريقة اقدر اعرف بيها ده، بس اشهر طريقتين منهم هما طريقة المدى بين الربعين وطريقة مخطط الصندوق او البوكس بلوت. اول طريقة باستخدام المدى بين الربعين او الانتر كوارتايل رينج اللي اتكلمنا عنه في حلقة مقاييس الموقع لو فاكرين. هنا بجيب الربع الاول او Q1 وبجيب الربع الثالث او Q3 وبحسب المدى بين الربعين او الانتر كوارتايل رينج اللي هو Q3 ماينس Q1. هنا بقى بعد كده بعمل حاجتين، بعمل كده حد ادنى وحد اقصى. الحد الادنى المقبول عندي للبيانات الطبيعيه اللي هي مش بيانات شاذه او متطرفه، يعني بتبقى عباره عن ايه؟ Q1 ناقص 1.5 في IQR، يعني الربع الاول ناقص 1.5 في المدى بين الربعين. الحد الاقصى بقى المقبول عندي للبيانات الطبيعيه اللي هي مش قيمه شاذه او متطرفه عباره عن الربع الثالث او Q3 زائد 1.5 في IQR او المدى بين الربعين. يعني هفترض ان عندي مجموعه بيانات وكان الربع الاول او Q1 يساوي 20 والربع الثالث او Q3 يساوي 40. هنا بقى كده اول حاجه عايز احسب ايه؟ احسب المدى بين الربعين او الانتر كوارتايل رينج، او بتكتب كده في القانون IQR. فهقول 40 ناقص 20 اللي هي Q3 ناقص Q1 هتساوي 20. كده المدى بين الربعين يساوي 20. هحسب بقى الحد الادنى اللي قلنا عليه اللي هو عباره عن Q1 ناقص 1.5 في IQR. Q1 يساوي 20 ناقص 1.5 في IQR، 1.5 في 20 اللي هي 30، ف 20 ناقص 30 تساوي سالب 10. كده اي قيمه عندي اقل من سالب 10 هعتبرها قيمة شاذة. هعمل نفس الموضوع على الحد الأقصى، الحد الأقصى المقبول عندي للبيانات الطبيعية اللي هي مش شاذة أو متطرفة. فأقول Q3 زائد 1.5 في IQR. Q3 عندي يساوي 40 زائد 1.5 في IQR اللي هو 1.5 في 20 اللي هو 30، فكده عندي 40 زائد 30 تساوي 70. كده بقى عندي أي قيمة أكبر من 70 هعتبرها قيمة شاذة أو متطرفة أو أوتلاير. تاني طريقة بقى أقدر أتعرف بيها على القيم الشاذة أو الاوتلايرز هي طريقه مخطط الصندوق او البوكس بلوت، واللي بالمناسبه هي مبنيه على القانون بتاع الطريقه الاولانيه. هي ما بتقولش حاجه جديده، هي بس بتعمل ده في شكل تصميم للبيانات عشان تسهل عليك تتعرف على القيم الشاذه. في الطريقه دي اي قيمه خارجه بره نطاق الصندوق او الويسكرز او الحواف يعني هعتبرها على طول قيم شاذه. الحواف اللي هي الحد الاقصى والادنى بتاعتي دي هي زي ما قلنا الطريقه الاولانيه، هي بس موجوده في شكل رسمه مش اكتر من كده. بعد ما عرفنا ازاي اقدر احكم على قيمه هي قيمه شاذه او لا، السؤال بقى هل بقى القيم الشاذه او المتطرفه دي بتضر التحليل والاستنتاجات بتاعتي ولا لا؟ الاجابه ايوه طبعا. ليه بقى؟ ببساطه لانها بتغير من شكل وتوزيع البيانات وبتخلي متوسط البيانات غير معبر اطلاقا عن المركز، سواء بتكبير قيمته او تصغير قيمته بشكل كبير جدا، ونتيجه لده بتخلي قراراتنا واستنتاجاتنا المبنيه على البيانات دي غير دقيقه او غلط اساسا. طب السؤال بقى نعمل ايه مع القيم الشاذه دي او الاوتلايرز ونتصرف معاها ازاي؟ الحقيقه مفيش اجابه واحده، هو الموضوع كله على حسب الموقف. يعني ممكن مثلا في اوقات معينه نتجاهلها عادي جدا لما نكون متاكدين ان القيم دي هي قيم غير دقيقه نتيجه خطا في ادخال البيانات على سبيل المثال. ممكن بقى بالعكس جدا نهتم بيها ونركز عليها ونحللها بشكل كبير. ساعات بقى القيم الشاذه دي تكون اهم من باقي البيانات وبتبقى هي الاكتشاف بتاع الليله دي كلها. ساعات القيم الشاذه دي بتكشف لنا حالات زي الاحتيال المالي او الفرود ديتكشن، او بنكتشف بيها مشاكل او باجز جوه ابلكيشن توصيل او تجاره الكترونيه. ممكن في موقف ثالث نستخدم مقاييس للنزعه المركزيه ما بتتاثرش بالقيم الشاذه زي الوسيط او المنوال. ده طبعا لما بنكون ما نقدرش نتجاهل القيم الشاذه دي لاننا عارفين ومتاكدين انها قيم صحيحه ومش نتيجه خطا في ادخال البيانات، لكننا في نفس الوقت عايزين نعرف رقم معبر عن مركز البيانات. يعني لو انت في شركه فيها 10000 موظف وانت عندك قيم كده حوالي 20 او 30 قيمه من مرتبات الاداره العليا او السي ليفل، طبعا المرتبات دي انت ما تقدرش تتجاهلها لان هي مرتبات صحيحه ما فيهاش اي خطا او عدم دقه.
بدقة، بس انت في نفس الوقت عايز تعرف اكتر رقم معبر عن مرتبات الموظفين في الشركة دي. هنا لو استخدمت المتوسط هيديك رقم طبعا غير صحيح اطلاقا، لانه هيتأثر بالقيم الشاذة بتاعة مرتبات الإدارة العليا او السي ليفل. هنا بقى في الحالة دي هتستخدم مقياس زي الوسيط او المنوال عشان تقدر تعرف اكتر رقم صحيح او معبر عن مركز البيانات دي. ممكن بقى اصلا عشان نتفادى اول موقف هو بتاع البيانات غير الدقيقة او البيانات الغلط اصلا، اننا نراجع خطوات جمع وادخال البيانات، ولو اتأكدنا ان الارقام الشاذة دي ما هي الا خطأ في ادخال البيانات، ساعتها بقى هنحاول نشوف الرقم الصح المظبوط، او نشوف هنعوض عنه بقيم زي ايه، زي المتوسط على سبيل المثال، او هنسأل خبراء في المجال ده المفروض اعبر عنه برقم ايه. وطبعا ده موضوع كبير وممكن يتفصل في حلقة لوحده. تحليل البيانات السليم مش انك تطلع ارقام وتقارير وخلاص، تحليل البيانات الصح انك تفهم الارقام دي جت ازاي، وهل هي فعلا معبرة ولا ممكن تكون في شوية ارقام بوظت الدنيا ومحتاجين نشوف هنتعامل معاها ازاي. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن القيم الشاذة او الاوتلايرز، وازاي نتعرف عليها وازاي نتعامل معاها. واخيرا لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، واتفرج على الحلقات اللي فاتت وقول لنا في الكومنتات حاببنا نتكلم عن ايه في الحلقات الجاية. انا احمد عصام ودي قعدة بيانات. سلام يا ابو عمو.